ديال الصودا الكاويه او الصودا قشور هي هذه. كتحرق، يعني ديروا اللي كتخدموا بها، او يكون عندكم واحد القطعه ديال الحامض الا قاصت لكم اللحم ديالكم راه كتشوي كديروا الحامض تيبطل المفعول ديالها. انا هنا عبرت 100 غرام، غادي نعبر دابا 1000 غرام ديال الماء. انا كنستعمل الماء ديال الشتا، بقى لي فيه هذا الشيء، كنستعمل الماء ديال الشتا. غادي نعبر فيه دابا 1000 غرام وندوب فيه هاد الصودا الكاويه. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. وبالنسبه للزيت غادي نحتاجو نص لتر ديال الزيت، انا غادي ندير نصف لتر ديال زيت الزيتون. اذا هنا انا عبرت كيلو ديال الماء ديال الشتا كيف ما قلت لكم. اللي ما عندوش يدير الماء ديال، هي يستحسن ما يكونش الماء الروبينه، ولكن اللي ما عندوش يدير الماء ديال الشتا ولا الماء ديال الماء المقطر، يعني باش الصابون اللي كيطلع زوين. انا غندير فيه دابا هاد الصودا الكاويه، ولكن غادي نبعد وجهي نحل السرجم ما حليتوش كامل، وندير الصودا الكاويه. نتلاقى معكم. اذا السرجم كيف ما قلت لكم خصو يكون محلول مزيان. انا كنت عامل نفسها شويه وكتخلطوا. انا درت هنايا 100 غرام ديال الصودا وكتخلطوا هكا. حتى كتذوب. الان ديالها بدا كيسخن، ويستحسن تخدموا في هكا ديال الاينوكس، شي حاجه ديال الاينوكس. ما ديروش الحديد، راه هاد الصودا كتاكل الحديد. اذا هنا كنا الصابون البلدي غنديروا فيه 100 غرام ديال الصودا الكاويه، ندوبوها في كيلو ديال الماء، ومن بعد ناخذ واحد نصف لتر ديال زيت الزيتون او زيت روميه او زيت مستعمل اللي يعجبكم، اللي عندكم ديروه. حتى زيت المستعمل غديروه بها، وكتخفوا هاد الصودا على هذيك الطريقه. حنا غنشوفوها دابا. عطيتكم المقادير. هي دابت والاناء زاد سخن. انا غادي نخليه حتى تبرد مزيان، عاد ساعات نتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم. دابا هنا عندي هنا كاس ديال نص لتر ديال الزيت. انا دايره زيت الزيتون، ممكن ديروا الزيت المستعمل كيف ما قلت لكم، اولا زيت الروميه، يعني الزيت العادي، زيت عباد نوار الشمس. وهنا الماء ديال الصودا برد، انا خليته هنا 3 سوايع. ها هو راه برد. نفويه عليه، كتلاحظوا التفاعل بيد تيكون. غادي تطربوه مع الطراب هذا شي ساعه ونص هكذاك، يعني هي القليله حتى يتصبن، يعني حتى كيبدا يتقن لكم الخليط. وانا باش ما نطولش الوقت غادي نخدم البغا ميكسور. اللي عنده يخدمو، اللي ما عندوش يدير هذا، يدير غير الباطور اليدوي، يعني الطراب اليدوي. دونك انا غادي نخدمو دابا، نطربو شي شويه حتى كيبدا يتصبن. عاد ديك الساعه نتلاقاو ان شاء الله باش ما نصدعكمش الباطور.
السلام عليكم. هنا 4 ساعة وانا كنطرف فيه. الباطو يبقى لاصق على القاع ديال البرمه، ما كنحيدوش، كندير له غير ها يعني في القاع ديال البرمه تيقيس الارض. دابا غادي نشعل عليه يسخن شي شويه، غادي نخدمو شويه بالباطو، ومن بعد غادي نحيدو. انا مجهده الغاز باش يسخن. من بعد غنحيد هاد الطراب اليدويه، وغادي نخدم بالطراب ديال هاد لو بغا ميكسو، غادي نخدم بالطراب اليدوي. دابا غير في الاول غادي نخدم بهذا. اذا انا كملت بهذا الطراب ديال الطون لو بغا ميكسو، غنحيدو وغنخدم. هانتوما شفتو راه بدا كيطلع، غنخدم غير بهذا. انا كنحركو هو غادي يطيح. وإلا شفتو ابيض لان زيت البلديه كتكون بيضه، راه ما كتكونش خضراء. حنا كنشريو الصابون خضر ديال زيت الزيتون الكيس باغا. هي الصابون ديال زيت البلديه راه تيكون ابيض، صابون ديال القاصح. اما هذا تيكون شويه فاتح، يعني نورمالمون كيدار داك الكرينيون تخت ديال الزيت. انا درتو بزيت ديال الاكل. وبالنسبه للصابون الحجر اللي غادي ديروه بالصابون بلديه بالزيت البلديه، انا مازال غادي نصايبو ان شاء الله وغادي نصورو لكم. غيكون هكذا كيخرج هكذا ابيض. انا دابا راني ناقصه الغاز وهو راه كيطلع، كنحركو كيعاود يهبط.
انا باش نطول عليكم غادي نبقى مستمره هكذا حتى ينقص النيفو ديال الماء في هذا الخليط، وانا واقفه حدا وانا كنحرك يعني من الاسفل للاعلى، والجناب حتى هما ما نساوش ندوزو عليهم. واخا كيطلع هكذا ما تخليوش منه، غير هو الاناء يكون احسن كبير بحال هكذا. دونك انا واخده البرميله عندي اكبر حجم، الا خديتو صغير غادي يفيض، اولا كديروا نصف الكميه. دونك انا غادي نبقى مستمره هكذا واقفه حداه وكنحرك باش هو كيفيض وانا كنحرك باش كيهبط. ونتلاقاو من بعد لانه غادي يشد الوقت باش ما نطولش عليكم الفيديو. النيفو ديال الماء نتلاقاو ان شاء الله. اذا هانتوما كيف ما شفتوا معنا الماء نقص، وانا يعني ما حيدتش نحداه بالتحريك المستمر، باقي مازال خصو شويه باش يطيب. انا غادي نبقى هكذا معاه. انا بغيت نوريكم فين وصل النيفو ديال الماء فيه. وملي كنحرك هانتوما شتي راه كنحرك الجناب والارض وكلشي، يعني ما تخليو حتى بلاصه، كلشي تحرك. غادي نبقى هكذا حتى واحد ربع ساعه هكذاك، وهاديك الساعه ان شاء الله نواصل معكم التصوير باش ما نطولش عليكم الفيديو. اذا ها الخليط ديالنا فين وصل. انا غنخليه هكذا ونطفي عليه. شفتوا الخليط ديال زيت الزيتون، زيت الزيتون تيخرج يعني كريمي، ديالو كريمي. نشوف لكم هكذا مزيان ولا لا. خارج كريمي حيت بزيت الزيتون راه ما تيكونش اخضر، داك اللون الاخضر راه غير كتكون صباغه. ولكن اذا كانوا كيخدموا صابون بلدي بالغرينيون ديال الزيت، يعني التخس ديال الزيت هو اللي تيخرج اخضر. ولا كان بالزيت نتاع الصوجا، التخس ديال زيت الصوجا تيخرج احمر. حنا زيت الصوجا كتعطي اللون احمر. دونك هذا بزيت الزيتون ديال الاكل الطبيعي. هانتوما راه تيخرج لنا الخليط كريمي. كنبدا نقلبها هكا شويه، تصبر ما عطاش الحق ديالو، ولكن راه كيبان كريمي. كنخليه حتى يبرد مزيان عاد نديرو ليه الاضافات. دونك هنا البنات انا غادي ندير شويه ديال العكر الفاتي. عندي حجر بغيت ندقو الحقيقه شويه، ولكن ما لقيتش فاش ندقدقو. نديرو نحيدها غليظه حتى هادي غليظه غتعذبني في الذوبان. نحاول ناخذ غير شي رقيق وغندوبو بهذا الماء ديال الخزامه. انا راه نسيت ما وريتوش لكم. انا الماء ديال الخزامه والماء ديال الورد زدتهم على الصابون البلدي، حيت انا هذا غنديرو الحمام. غندوب فيه انا دابا هذا، غندير شويه فوق البوطه ونحركو بمعلقه وانا كندوب فيها. نتلاقاو من بعد ان شاء الله باش نزيدو على الصابون البلدي. يعني واحد نص كميه غندير لها هذا الماء ديال غندير لها بليتو هذا العكر الفاسي، ونص كميه غندير فيها هذه النيله الزرقاء. بالنسبه للصابون البلدي واحد المعلقه. انا كما قلت لكم زدتو الماء ديال الورد والماء ديال الخزامه. الماء ديال الورد كنبقى عندي هنايا 4 كاس بالضبط، بقى عندي هذه خوات 4 كاس ديال اتاي. والماء ديال الخزامه درت ليه نص كاس، درت نص كاس من هذا الماء ديال الخزامه. اللي عنده دابا اضافات اللي بغى يديرهم حيت انا دابا هذا ملي كيبرد عاد كديروا فيه داكشي. غير انا هو سخنته هو شويه في الاول لانه باش يندمج لي معاه الماء، عاد خويت عليه الماء وحركته مزيان. ها هو دابا خليته جا بحال اون بوماد، شتي كي جا رطب. دابا انا غناخذ نصف الكميه، نصف الكميه غنديرها في واحد البانيو نخلط فيها النيله الزرقاء اولا كرفاسي، ونصف الكميه الاخر غنخليه هنايا نخلط فيه هنايا يعني في البرمه. وبجوجهم راه اينوكس. انا هنا راه ندايره
نعكر الفاس الماء سخون فيه باش يذوب ليا، او ميم طون راني كنحرك. صافي هكذا. شوفوا البرمه كيفاش كتشعلها كتبري. انا هذا كيحيد لي لي طاش احسن ملي كنشري برا في الحقيقه، كيحيد لي طاش من الحوايج. داكشي كنفضل انني نصايبو، ولكن هذا اللي صايبت انا دابا ماشي ديال الحوايج، غير ديال اللحم. ديال الحوايج باقي عندي، هذا درتو للحمام لانه سهل ليا. وهاد نصف الكميه الاخر غادي ندير فيه ديال النيله الزرقاء يا عقل الفاس اللي كان. انا هانتوما شفتوا العكر الفاسي كنسخنو باش يذوب ليا، وغنصفيه. ما غاديش نديرو هكذا، غادي نصفيه واخا الماء ما تخافوش منه. اذا انا هنا غادي ندير العكر الفاسي. ها هو راه ذوبتو في وسط هاد الماء سخون. دابا راه برد، نشوف فيه هكا. دابا راني شاده بيد، خدامه بيد داكشي باش نطرح غير حجر هو. صافي هادشي اللي بقى غنحيدو. هنا غير خصني نحرك. هنا بطبيعة الحال هاد المضرب اليدوي راه ما غينفعنيش، غتخصني المعلقه. غنخليه ابخي نصايبو من بعد. غادي نزيد عليه اضافه هي ديال الزنجلان. هذا زنجلان مطحون على اليد، يعني الزنجلان واللوز مطحونين. انا بقات لي في القرعه غير هذه الكميه، انا كنخدموا البشره والكوع كلشي للوجه. غادي نخويها تقريبا خرجت لي معلقه صغيره. هذا كتاخدي الزنجلان، كتاخدي زرع الكتان، اللوز اللي بغيتي كتديهم كطحنيهم. هادي فيها جو بونس 3، لا هادي فيها الزنجلان واللوز. شوفي الستيلو كينفع. حنا تكون طاحنه حتى زرع الكتان يمكن سالات ليا، ما عقلتش غتكون سالات. صافي هنا غادي نخلط هاد الشيء، خصو يتعجن مزيان. انا جو بونس غادي نخدمو بيديا. هاد الشيء انا غنخدمو هكا شويه بيديا، نتلاقى معكم من بعد. بالنسبه لهاد الثاني هذا غادي نديرو بهادي بالنيله الزرقاء. النيله الزرقاء واخا تشوفوا لونها ديال الصحراء خديتها زوينه، واخا تشوفوا هكايا الشجره لونها تقريبا غادي البنفسجي، هو ازرق غادي البنفسجي، ولكن غنخلط معها الماء ديال الخزامه لان الماء سال ليا اللي كان يقضي باش تحرك ليا. وغندير فيها زيت ارغان. هادشي اللي بقى لي انا في هاد القرعه، غندير فيها زيت ارغان. يعني راه بقات لي هنا كنقولوا نص معلقه صغيره، ما كاملش معلقه صغيره في هذا. صافي انا غادي نبدا ديال العكر الفاسي هو الاول. انا قلت حتى نصايبهم هكا بجوج، خليها تطلق لي هكا مع الماء، خليها تطلق لي في وسط الماء على ما نصايب ديال العكر الفاسي، ونرجع لها حدا نخدم بيدي باش نعاود نغسلها. اذا هنا انا فكيت داك المضرب اليدوي وبديت كنخلط فيه. شتي كيبقى اثر لا ديال الماء لا ديال الزيت.
بالنسبه للزيوت الاساسيه حتى هي راه كدار. انا بقات لي غير زيت النعناع العادي، شوف بقات ليا، ولكن ما عرفتش نحط القرعه ديالو. الوغ هادوك اكتفيت بدوك الزيوت اللي درت، بالاخر ان شاء الله ندير انا ديجا فايته دايره هاد الزيوت الاساسيه في قناه نيت. هنا هذا راه خطير هاد الصابون بلدي. انا منين وليت كنصايبو ما بقاش يعني كيفيه ديال الطبيعه احسن من ديال الزنقه. انا جو بونس كنت كنصور ولا ما كنتش كنصور، لقيت راسي ما كنصورش. المهم انا كنت كنخلط وكنهضر، يعني كنت كنهضر مع راسي الصراحه لانه ما كانش كيصور. انا هاني خلطته، سبحان الله، انا هاني خلطته. انا كنخلط فيه وانا كنهضر معكم، ولكن لقيت راسي ما تنصورش. المهم انا كيف ما قلت لكم بغيتو ديروا فيه الزيوت الاساسيه كديروا فيه الزيوت الاساسيه، يعني الزيت الاساسي ديال النعناع العبدي، الزيت الاساسي ديال الفليو، الريحه اللي كتعجبكم، الزيت الاساسي ديال الخزامه، كاين الزيت الاساسي ديال القرفه، يعني اللي كيعجبكم. القرفه راه كدير اللي عنده حساسيه ما يقربش لها، انا عندي حساسيه كضرني ديال الجلد. يعني شوفوا نتوما الريحه اللي كتعجبكم وكتضيفوها ليها. دابا انا هذا عندي راه فيه ريحه صابون بلدي عاديه بحال ريحه الصابون اللي كتعرفوها عادي. بغيتو ديروا ليه الزيوت الاساسيه كديروه، وكيف ما شفتوا هانتوما الماء اللي واخا درتو في العطر الفاسي باش ذوبتوه هانتوما راه ما اثرش على الصابون بلدي، ما حتى شي حاجه. الزيت حتى هو يعني ما اثرش عليه، يعني ماشي بقى داكشي، هو تخلط مزيان. دابا غادي دير غير في قرعه، يبقى في قرعه صافي ديرو في قرعه. دابا هكا راه واجد هذا ديال العطر الفاسي. نخلطو دابا ان شاء الله ديال النيله الزرقاء، نطلقاو. نحاول ما امكن انني ما نديرش بحال اللي درت دابا، لان عند بالي كنت كنصور انا ما صورت والو. دونك انا تاكدت انني كنصور. دابا انا غادي نبدا في ديال النيله الزرقاء، نشوفوا مع هذا. النيله الزرقاء راه حتى هي مزيانه للبشره، زوينه. كديرها مع بيافين، ممكن تخلطها مع بيافين، وممكن تخلطها مع، انا دايره اعشاب ديال الجسم دايرها معاهم يعني، ولكن ما نخلطهاش معاهم يعني هكا في قرعه، يعني دايره مخليها هي في قرعه صغيره بحال هذه اللي وريتكم. وكان يعني ملي كان نديرو الحمام كناخذ شويه من هنا وشويه من الاعشاب، ما نخلطهاش معاهم باش ما باش الا دخلوا الدراري ما يرونوش ليا الدنيا. دونك هانتوما شفتوا دابا ديال النيله الزرقاء، هادشي بلا الوان بلا والو. النيله الزرقاء كيف ما قلت لكم راه ماشي ديال هنا، واخدها ديال موريتانيا، ديال موريتانيا ماشي ديال الصحراء. تما عند واحد الراجل كيمشي لموريتانيا كيجيب هادشي، تلقيتو في السوق وخديتها من عنده. حنت ديال هنا كنلقى لونها زرق، هادي لونها غادي للموف، ولكن دابا منين تخلطات هكذا مزيان شتي لونها جا زوين. شتي ما كيبقى مأثر لا هذا ولا داك، لا زيت ولا ما تيأثر على الصابون، تيبقى ها هو رطيب زوين. دابا صافي غنديرو في قريعه. دونك هنا البنات انايا درت لكم باش تشوفوا غير الرغوه، انا ما بقيتش لي يصور ليا، درت الماء هانتوما باش نغسل يديا باش نصور لكم التصوير النهائي. هانتوما نشغل البقا، شتي وراه كتطلب غيوس، شتي البانيو دغيا خلطت فيه يعني ما طيبتش فيه. دابا هنا عندي كسرونه ديال الماء غنديرها لكم هنا في البرمه.
نغرو نتكون باش تشوفوا الا بغينا حتى في البرمه شكش الماء راه تيخرج كيشعل دابا فيها الصابون في الدار. شتي الا بغينا نصفين كاينه في البرمه هادي مازال طيبت فيها، الاخرى راه غير البانيو الاخر غير بليتو غير خلطت فيه. اذا هنا البنات النهايه. هذا نعكر الفاسي بليتو الصابون الدبله كالفاسي، وهذا بالنيله ديال النيله الزرقاء، وهذا فيه الزرقان، هذا فيه زيت اللوز وزيت الزنجلان، غير معلقه صغيره. دونك نتمنى ان الوصفه تعجبكم، جربوها، ولا بغيتوه للدار ديروه بلا هاد الاضافات اللي درنا اليوم. هذا ديال الماء الورد والماء ديال الخزامه والعقل الفاسي، هذا راه مزيان للطبايع، مزيان للماعن يعني الواني كلشي، يعني اينوكس وانتم شفتوا الاينوكس كيخرج معانا مزيان، الاينوكس الالومنيوم اللافابو، يعني كلشي البوطات كيخرج كلشي كيشعل. الا صايبتو ديال الدار كيخرج لكم احسن من ديال الزنقه. اذا نتمنى ان هادشي تجربوا الوصفه وتردوا عليا الخبر، والى ملتقى قريب ان شاء الله.